أهلا بيكم، ولقاء مميز ومشرف للكرة المصرية في الشوط الأولاني. شيء لا يصدقه عقل، يعني ملوك الجدعنة في مقابل ملوك الاستحواذ على الأراضي الأسبانية وبين الجمهور الأسباني، وليس هناك موقع لقدم على هذا الاستاد العظيم الذي استقبل مباريات كبرى مع فرق كبرى ومنتخبات أكبر. لما نيجي نقول استحواذ 50-50 يبقى أنت بتلعب الند للند. حسام حسن عارف قيمة المنتخب الأسباني، مش متهور. حتى الآن في توازن ما بين الدفاع والهجوم. احنا بنخطف، بنلعب على الهجمة المرتدة، على سرعة مرموش، زيزو، تحركات إمام عاشور وبساطه، حرفنة أحمد فتوح اللي عجز تماما لامين يامال. وفعلا عنده حق، طلع لامين يامال لامين شمال دي كرة قدم يعني. حمدي فتحي بيثبت ان هو بالجرينتا والمخ والعقل. هو مهند لاشين ان الكورة مش مجرد لعبة بتلعبها برجليك، لا، دي كورة بتتلعب بالمخ والعقل. اوفا مديك امان في حراسة المرمى. قد يخطئ يعني، ما يعني وارد، لكن بيخطئ الأخطاء اللي ممكن أي حد يخطأ. حسام حسن هيجنن على الخط، هو مش مصدق نفسه بهذه اللياقة والتوازن والعبقرية، عبقرية المكان، إن قافلين على أشاوس أسبانيا، والناس اللي بتلعب في أعلى المنتخب الأندية وبفلوس كتير. ونقعد بقى يقول لك النادي الأهلي نادي 2 مليار، لا دول بتوع 100 مليار وحاجات، 50 مليار. لامين يامال لوحده مثلا يعمل الفريق الأهلي لوحده. لكن لقاء متوازن للفريق المصري حتى الآن في الشوط الأول. لازم المدرب الأسباني هيعمل تحولات تانية ويجرب خطة تانية، لأنه لم يفلح من الشغل على الأجناب. لأن حسام حسن خد باله وحصن نفسه من الأجناب 1 و2 و3. مهند لاشين وتد في وسط الملعب، حمدي فتحي شايل خط الظهر وبيغطي عليهم تماما. اسلام في الناحية الشمال مش هايب الموقف، ولا له دعوة ده بتاع اسبانيا ولا ده بكام مليون ولا باليورو ولا بالدولار. يعني الفريق كله او اللعيبة كلها بتقدم كل ما لديها بجرينتا يعني، وبعزم وبحب. ابراهيم عادل طبعا ده يعني هينزل يسخن ما بين الشوطين، يعني كتميمة حظ، لان هو كان الفريق الاولمبي اللي كسب اسبانيا 2-1. يعني كل امنيات طيبة للفريق المصري اللي لا يقل ابدا على اي فريق عالمي لو عرف قدره ومكانه وهو واقف فين، ويعمل توازن ما بين الدفاع والهجوم. لكن اسبانيا مش هتسكت، واحنا ندافع اكتر ونحاول نخطف اي جول. تعادل مكسب، الهزيمة بأقل اهداف مكسب. مجرد التجربة مع فريق اوروبي يعني يعتبر من في صدارة الدول الاوروبية في كرة القدم، ده مكسب في حد ذاته. لو حصل فوز اهلا وسهلا، هنقدره ونبني عليه. حصل اخطاء، حصل لا قدر الله هزيمه، وان شاء الله دي ما تحصلش يا رب. ما نزعلش،
لان انت بتلعب مع خطط وعقول ولعيبه غير. انما المنتخب المصري، يعني هو المصري اصلا ملوش كتالوج زي ما قلنا، يعني من بلد العجائب. الهند دي بلد العجائب، واحنا مصر بلد الغرائب. يعني ممكن ما تصدقش ان مصر تكسب اسبانيا، الله اعلم. ممكن، كل شيء is possible. يعني كل الناس طيبة ليه؟ فملوك الجدعنة في مقابل ملوك الاستحواذ، على رأي الأستاذ عمر بطيشة المميز. إلى أن نلتقي في الشوط الثاني ونتحقق مما قلنا.